السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال يا رب، ويكون الامتحانات كده والمذاكرة تكون سهلة على أولادنا جميعا يا رب، ويفرحنا بيهم وبنتائجهم. ومش عايزين ننسى يا جماعة الدعاء برضو للثانوية العامة، كل فيديو هفكركم. وياريت كده تدعوا بالاسم كده، يا رب ينجحك يا سلمى وتجيبي أعلى الدرجات. النهاردة بقى الغدوة بتاعتنا اقتصادية بنسبة، يعني هنقول 80%، لأن احنا جايبين لحمة برضو. هنعمل بربع كيلو من اللحمة المفرومة المعصجة صينية بطاطس، إنما تحفة. معايا كيلو من البطاطس دي حجمها متوسط، مش البطاطس الصغننة خالص بتاعت الحشو، لا كانت اكبر شوية. فبالتالي بالنسبة لي انا بدل ما اقورها وهي سليمة زي ما هي واجي احشيها هتبقى ضخمة قوي، لا بالنسبة لي كان افضل ان هي تكون انصاص كده واعملها قوارب. سهلة جدا جدا، وما بتاخدش، يعني الكيلو ده ما بياخدش 10 دقايق، اقل كمان من 10 دقايق. يا اما تعمليه بالسكينه، وريتك دي وتعمليه بالمعلقه براحتك اللي يريحك، بس انا بالنسبه لي شايفه ان السكينه المعلقه سوري اسهل بكتير جدا من السكينه. مجرد انك بتعملي تجويف كده، بتفرغي القلب بتاع النص بطاطسايه ده، بحيث ان هو لما نحط فيه اللحمه يشيل اللحمه ما تقعش منه. برضو وانت بتعملي تكوني حريصة ان البطاطس ناشفة، فممكن تتكسر منك، فانت وانت بتعمليها امسكيها كويس كده وسمي الله، واعمليها كده ايه واحدة واحدة. البطاطس بتاعتي دي همسكها اغسلها وبعدين احمرها. طيب في هنا فكرة، لو انا مش عايزة احمر البطاطس، الزيت مأزم معايا شوية قليل عندي وانا مش عايزة استهلك زيت، تعملي ايه؟ تروحي سايبه عامله البطاطس حشيها زي ما هي، بس لما قبل ما تيجي تدخليها الفرن لازم تزوديها نص كوبايه ميه مع الطماطم علشان تستوي كويس معاكي. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ بعد ما قورنا البطاطس عملت بصلايه حلقات، قطعت فلفلتين، واحده رومي وواحده حامي، ودعكت ده كله كده بشويه ملح وفلفل اسمر فقط لا غير. طب ده بدل ايه؟ ده بدل القلب بتاع البطاطس، بدل ما احمره واحطه في الارضيه، لا البنات عندي بيحبوه يقزقزوه كده، فانا ايه عملت؟ ده بديل للقلب بتاع البطاطس. طب لو قلب البطاطس موجود اعملي معاه برضو الخطوة دي، هيديكي نتيجة تحفة، ريحة وطعم وحاجة يعني جميلة جدا، وتبقى كغموس كده، هتلاقي ليها طعم حلو قوي قوي مع الصينية دي. الربع كيلو لحمه بتاعنا ده انا ما عصقتوش معاكم في الفيديو لاني عاملاه معاكم قبل كده كذا مره، فبدل الاطاله يعني في الوقت ممكن اقوله لكم كده بس كده شفوي. يعني انا عملت ايه؟ جبت الربع كيلو ده مع حبه معلقه سمنه او حبه زيت، واديته صدمه وهي الطاسه سخنه قوي، وبعدين نزلت عليه ببصلايه مبشوره، شويه ملح وفلفل اسمر و7 بهارات، وكمان طماطمايه مبشوره من غير القشره بتاعتها، وقرنين من الفلفل متقطعين صغير جدا، واديتهم تقليبه كده او تشويحه مع اللحمه، وبعدين نص كوبايه ميه وسبتها تستوي. ده العصاق بتاعنا، ولا اسهل، مع ملح وفلفل والتوابل بتاعتك اللي انت هتحطيها. حشيت انا بقى دلوقتي البطاطس اهي. عايزه اقول لكم انه كمان اتبقى، يعني كان ممكن ازود اكتر من الكميه اللي انا عاملاها. اخدت بقى حبة من المتبقيين دول، وزعتهم كده في ارضية الطاجن بحيث نغمسهم بقى مع البصل والفلفل اللي في الارضية. عندي صلصة طماطم، طماطم عادية خالص مضروبة في الخلاط ومتصفية، اديتها غلوتين على البوتاجاز مع شوية ملح وفلفل اسمر ومكعب مرقة، حطيتها على الوش. انا لا هضيف سمنة ولا هضيف زيت، ليه؟ لان هي البطاطس بتاعتي متحمرة في الزيت، واللحمة فيها السمنة بتاعتها. ادي القلب بتاع البطاطس، ما برميش حاجه، ده طبعا بطاطس عاديه خالص، اتحمر عادي خالص. معايا هنا شويه رز بالشعريه بقى كده جمال جدا، واحنا بنحب الشعريه كتيره كده في الرز وباينه. وادي صينيه البطاطس بتاعتنا من قلب الفرن، بصوا عماله بتتكتك كده. هنغرف بقى الاكل بتاعنا. والله يا جماعه غدوه محترمه، ما تستهونيش بربع كيلو اللحمه، بيفرق جدا، وممكن يأكل أسرة ويمشي يوم، وربنا دايما يجعل كل بيوتنا مستورة وكلها عمرانة كده بالخير وبالرزق وبصحتنا وبكل حاجة يا رب، اللهم أمين. وبألف هنا يا جماعة.